بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معايا روتين في المطبخ، والاول عايزة اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا، وانا اسفة ان انا مقصرة معاكم في الفيديوهات لاكتر من سبب. الحقيقة انا يعني اولا نفسيا كنت مش مرتاحة، وكنت عندي قفلة جامدة جدا من التصوير ومن القناة، لان الواحد كان بيتعب وبيعمل مجهود ومفيش حتى مشاهدات ولا لايكات ولا اي حاجة من القناة، حتى الارباح كانت مفيش. فجالي نوع من انواع الاحباط والاكتئاب يعني، وما زلت فيه، بس قلت لازم اخرج منه. والحقيقة الفضل في الموضوع ده الكبير لصديقتي واختي وحبيبتي ام حمزة. بوجه لها تحية كبيرة جدا من مصر لفرنسا. هي جزائرية وعايشة في فرنسا، وبسلم عليك يا حمزة يا حبيبي، وبقول لك انا رجعت تاني علشان ما تزعلش مني، وان شاء الله خير بإذن الله، ربنا يقويني. والسبب التاني لان انا ما كنتش بصور ان انا كنت تعبانة، وزي ما قلت لكم انا دراعي كان تعبان. انا بقالي 4 شهور بتعالج من ألم كده كان في دراعي. يمكن انا لابسه جبيره كده خفيفه اوريها لكم اهي. هنا دي لابساها هنا تحت الكوع بالظبط اهي، بلبسها وقت بس ما اكون هشتغل في المطبخ او هعمل اي مجهود بايدي، لان كنت يعني كان دراعي عادي كويس، بس كنت بقيس الضغط، كنت تعبانه وعند الدكتور وبقيس الضغط، فجهاز الضغط كان هنا، ف تقريبا ضغط جامد على ايدي، فظهر التعب اللي كان موجود عندي. انا كان عندي تهتك هنا في العضلة اللي هي في الكوع، والتهاب في الاوتار، بس ما ظهرش غير وانا بقيس الضغط. جالي الم شديد وقعدت كذا يوم مش قادرة احرك دراعي، وبعد كده الدكتور اداني علاج، الدكتور بتاع البطنة يعني اداني علاج لمدة شهر بس ما قصرش. فروحت كشفت عظام، اتضح بقى الموضوع ده حاجة اسمها التنس إلبو، لو حد يعرفه. اللي هو زي اللي بيجي للاعيبة التنس من كتر استخدام الايد، يعني فرد وتانية وكده، فده اجهاد جامد على العضلة اللي هي هنا عند الكوع بالظبط في الحتة دي. فالدكتور لبسني الجبيرة دي، هي مش جبيرة يعني، هي حاجة بالكوتشي كده بتتفك كده اهو، وبتتفك وتتقفل، بس دي عشان تحمي او تمسك المجهود بتاع الايد من هنا ما يوصلش لهنا عشان العضلة تتحسن. كمان معطيني علاج، اخدت علاج حوالي 10 ايام، ورحت اداني علاج كمان لمدة اسبوعين، لمدة شهر ونص. فان شاء الله بقى ربنا يسهل كده، هي بدأت تتحسن شوية، فهو عنده امل يعني ان ما نحتاجش العملية وكده. وربنا يسهل الاحوال يا رب. هي ليها حل تاني، حقن بالكورتيزون، بس انا ما ينفعش معايا عشان عندي السكر، فما ينفعش حقن الكورتيزون. فقال لي العملية، بس انا طبعا حتى لو فضلت تعبانة مش هعمل العملية يعني. المهم زي ما انتم شايفين بقى حالة الحوض بتاعي والمطبخ، زي ما انتم شايفين كده. بصوا الحوض مليان مجات وكوبايات ومواعين، انا مقسماهم علشان ابتدي اعملهم. انا امبارح كنت تعبانه جدا، ما كنتش قادره امسك حاجه بايدي، فما قدرتش اعمل اي حاجه امبارح. دي مواعين اليوم كله امبارح والنهارده الصبح. طبعا عندي دروس ومدرسين بيجوا، بصراحه يعني استهلاك، وانا كنت تعبانه ما قدرتش اعمل اي حاجه، وبنتي بتذاكر عشان امتحاناتها كمان كام يوم، فربنا يسهل الحال يا رب. فانا عندي الحوض بالشكل ده، بس المطبخ عموما رايق، مفيش غير الحله دي كمان عايزه تتغسل. وهنا زي ما انتم شايفين كده الدنيا رايقه. هنا بس دي شكاره الرز الضحى دي، هفضيها في العلبه بتاعتها، ومفيش حاجه. وفضل كمان عندي كام حاجه كده عايزين يتعملوا. ده هنا لفت كنت جايباه بقاله يومين، وفضيته كده في الطبق بس عشان ما يبصي، ولسه بقى عايز يتنضف ويتخلل. وكمان عندي كمان فراولة في التلاجة عايزة تتنضف وتتقطع وكده، هشيلها في الفريزر. ودلوقتي هبدأ معاكم ان انا اغسل الاول المواعين
اروق الحوض والرخامة وكده، كمان هكنس الارض وامسحها. فطولت عليكم كتير قوي، 5 دقايق مقدمة. فيلا بينا، بس حبيت احكي لكم موضوع دراعي واقول لكم وحشتوني قوي. فيلا بينا نبدأ مع بعض. انا هنا هبتدي كده اغسل الكوبايات الاول، وبعدين اغسل بقية المواعين. عايزة اقول لكم كمان بالنسبة للتصوير الفيديوهات، انا كنت مصورة والله حاجات كتير، بس كنت ببدأ يوميات، سوري معلش، كنت ببدأ بيوميات واجي في الاخر ما اقدرش اكملها. الله اكبر، الله اعظم. طب الاذان يا جماعة، الاذان كان بيأذن. عبال ما الاذان خلص انا كنت غسلت المجات وخدت كمان الحامل بتاعها، قلت برضو ايه اغسله بدل ما امسحه، اغسله بالمره. انا بغسله بالليفه كده زي ما انتم شايفين، هو خشب وبنشفه على طول يعني عشان ما يبص، بس هو من وقت للتاني كده لازم له ايه غسله. كنت بقول لكم ان انا الفيديوهات بصور، ببدأ يوميات كتير، بس للأسف ما بقدرش ان انا اكملها، بتعب، يحصل حاجة، يحصل ظروف، معرفش، بحس ان ما بتكملش، فما برضاش بصراحة انزلها او انزل لكم حاجات في ايام مختلفة. فاعذروني يعني للموضوع ده. كمان كنت عايزة اتكلم على موضوع انا بس هنقع دول شوية كده عشان انا حاسة ان هما ناشفين. كنت عايزة اتكلم على موضوع الوكالة، الفيديو اللي فات اللي انا قدمته. بصراحة انا تعاملي معاهم عجبني جدا. جربتهم تاني، يعني كانت اول مرة في الفيديو، بعد كده جربتهم تاني مرتين، مرة خضار تاني ومرة فواكه. بصراحة الحاجة بتاعتهم نظيفة جدا ويعني فعلا عجبتني. والله العظيم ده مش اعلان، ده بس مجرد ان انا قلت افيد بيه الناس، يعني جيراني، صحابي، اهلي اللي موجودين هنا. الحاجة التانية ان في برضو محل بيتزا حلو جدا، اول مرة كنت اجربه، كنت بشوفه على الانستجرام وعلى الفيسبوك. هنزل لكم في وسط الفيديو ده ريفيو كده عن المحل، يعني عن الاكل بتاعه، البيتزات بتاعته والحاجات بتاعته. فانا دلوقتي هخلص كل المواعين دي عشان ما يبقاش الفيديو كله غسيل مواعين ورغي. وهنرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي. طب انا دلوقتي خلصت اهو المواعين وغسلت الحوض والفلتر والحنفية وكل حاجة. طبعا شلت قبل كده الكوبايات المجات، وشلت الحامل، وشلت البولات، يعني شلت كل حاجة في مكانها. ده اخر دور، كنت بخلص دور واشيل، اخلص دور واشيل. والمجات اهي والحامل بقوا زي الفل اهو، حطيتهم مكانهم هنا اهو، بقوا زي الفل والدنيا رايقه وخلاص خلصت اهو. دلوقتي انا هشيل المواعين دي، هنشفها طبعا، هنشفها بالفوطه واشيلهم مكانهم عشان افضي الصفايه علشان ابتدي اعمل الاكل. بس عايزه اقول لكم حاجه، عبال انا ماشيل المواعين هحط لكم الريفيو بتاع بيتزا رانش، شوفوه علشان اللي حابب يستفيد هنا من اهل دمنهور يستفيد بالعروض، ويستفيد ان الحاجة كويسة جدا والتعامل كويس وبيحطوا خامات نظيفة وتوصيل كويس وناس ذوق جدا. هو مش اعلان اقسم بالله، وهتشوفوا في الفيديو. وانا سبتها لكم كمان على صفحة الفيسبوك بتاعتي، عاملين عروض جديدة لان الريفيو ده انا مصوراه من كام يوم. كمان هسيب لكم الروابط بتاعتهم في صندوق الوصف للي حابب يتواصل معاهم. هشيل بقى انا المواعين وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. معايا النهاردة هنعمل ريفيو عن محل بيتزا اسمه بيتزا رانش. انا بصراحة ما كنتش اعرفه، عرفته من على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وقلنا نجربه عشان احنا بنحب التشيكن رانش بتاع بابا جونز، فقلنا نجربه. ف بحق ربنا انا طالبه اوردر اهو،
وحاسبة عليه، يعني مش هدية ولا اي حاجة. ده الحاجة اللي احنا طالبينها. وعامل عرض 3 ميديم ب110، فانا طالبة 2 تشيكن رانش وواحدة ببروني. فهنفتح كده مع بعض. بصوا دي التشيكن رانش اهي، اتحرك شوية. دي برضو تشيكن رانش اهي، وادي الببروني. تمام. دلوقتي بقى احنا هناكل. والعرض ده ب110، 3 الميديم ب110. دلوقتي احنا هناكل وهقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة فيها. ده المنيو بتاعهم، ودي الارقام بتاعتهم اللي حابب انه ياخد سكرين شوت للارقام اهو. طبعا احنا في دمنهور زي ما انتوا عارفين. وادي المنيو. وان شاء الله هسيب لكم برضو اللينك بتاع الصفحة بتاعتهم، وهقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة بعد ما ناكل. واشوفكم تاني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي شكلها بصراحة حلو. بسم الله. طعمها حلو، طعمها حلو بصراحة. بس هي طبعا مش زي بتاعت بابا جونز. بصوا التسوية بتاعتها، تسويتها حلوة جدا والعجينة حلوة جدا. بس طعم صوص الرانش مش هو طعم اللي احنا بناكلها في بابا جونز، بس طعمه حلو بصراحة. فشابوه البيتزا رانش. هدوق كمان البيبروني اهي. بسم الله. حلوة البيبروني برضو. البيبروني ما عجبتش بنتي قوي، بس انا لا عجبتني، حلوة. لا تمام، حلوة، ارشحها لكم طبعا، حلوة جدا وتسويتها جميلة والعجينة حلوة بصراحة. وده غدانا النهاردة، كفتة محمرة وبطاطس محمرة. بس انا حطيت لفرحة الاول علشان عندها درس، فخلصت لها هي الاول وحطيت لها تتغدى. فانا هخلص بقى كده واتغدى، بعدين نكمل بقية اللي ورانا في المطبخ. يلا بينا. طيب انا هنا نضفت اللفت وغسلته كويس جدا اهو، وهبتدي دلوقتي اقطعه عشان اخلله. وكمان نضفت الفراوله وفتحت عليها ميه كده لان بتنزل رمله جامده جدا. بصوا في النقاط نزل حاجات، اغسلها مره واثنين وثلاثه عشان اتاكد ان هي نضيفه. وهاخد جزء منها كيس كده اشيله في الفريزر، والباقي هقطعه كده واعمله كومبوت. ومطلعه حته بنجر هنا من الفريزر تفك علشان المخلل، بشيله في الفريزر. هنا انا غسلت مواعين الغدا والطبق اللي كان فيه اللفت. الدنيا ايه نضيفه زي ما انتم شايفين اهو، مفيش اي حاجه. هنا بس الرز ده لسه هفضيه وهكمل معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم من اليوم التاني. طبعا كالعادة امبارح ما قدرتش اكمل اليوم لاني كنت تعبانه جدا. كان عندي دروس بقى بعد ما خلصت معاكم، وفي حاجات كتير اجلتها. ف قلت بقى اعمله على يومين، يعني اعمل اللي ورايا على يومين. كمان على اخر اليوم كان دراعي خلاص يعني مكنتش قادره. فهكمل معاكم. انا النهارده هعمل اكل جديد طبعا. هنشوف دلوقتي مع بعض. هشيل بس شويه الرز اللي باقيين دول عشان احط بقيه الرز الجديد على نظافه. خلاص كده مسحت العلبة كويس جدا، ما غسلتهاش بصراحة، مسحتها بس. وشلت حبة الرز اللي باقيين حوالي 2.5 كوباية. وهبتدي ان انا افضي الرز الجديد. بصوا عايزة اقول لكم حاجة في رز الضحى. هو مكتوب عليه ان هو ارز منقى ومغسول وجاهز للاستخدام، لا يحتاج للغسيل بالماء. مش عارفة باينة ولا لا. بس انا بصراحة برضو بغسله، مش عارفة ليه، يعني هي عادة بقى ولا ايه.
مش عارفه، بس بحب ان انا برضو اغسله. هبتدي بقى افضيه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. برضو ايدي لسه مش مساعداني قوي. عايزه اقول لكم ان الكيس ال5 كيلو ده بيقعد معايا شهرين واكتر، يعني استخدامنا في الرز مش كتير، يعني تقريبا احنا بنستخدم مكرونه اكتر وبطاطس وكده يعني. بس كده هشيله مكانه واشوف هعمل ايه كمان الزيت الذره والخل محتاجين ان انا ازودهم. هما طبعا من نفس النوع ومن نفس الازازه، فعادي ان انا ازود كده، يعني لو كان نوع مختلف او ازازه جديده كنت هستنى ما يفضوا خالص واغسلهم. بس عشان انا بحب حاجتي كده تبقى ايه قدامي مليانه، واستخدم كده ايه براحتي، ما بملاش للاخر علشان الضغط بتاع الغطا اهو. بحط كده منديل تحت علشان لو حاجه وقعت غصب عني ولا حاجه ما توسخليش الترابيزه. بسم الله. بس كده ارجعهم مكانهم، وهشيل دولت ونرجع نكمل مع بعض. طيب هنعمل غدا ايه النهارده؟ انا بصراحه طلعت طبق لحمه مكعبات هسلقها اهو، ولعت عليها تتسلق اهي. هسلقها وهاخد جزء منها اعمل معاه شوربه خضار ورز، وهعمل الباقي هشيل الباقي في التلاجة او في الفريزر. ممكن ابقى اعمل منه برام رز مع صينيه بطاطس بعد كده. دي حله طلعاها فاضيه للرز، هعمل الرز دلوقتي. وكمان عيرت الرز اللي انا هعمله دلوقتي، هعمل رز بالشعريه. فهشوف كده نكمل مع بعض. نسيت اقول لكم ان انا كمان خللت اللفت، خللته بصراحه امبارح، بس ما صورتش، يعني قلت الحقه بقى لان كان بقاله يومين والكلام من ده زي ما انتوا عارفين. فخللته اهو، حطيت معاه حته بنجر، ونقلت الكرنبيت ده. انا كنت حاطاه في ميه لفت قديمه، يعني كان لفت خالص، حطيت فيه الكرنبيت اخلله وزودته، ونقلته في برطمان تاني اصغر شويه وازاز. هو الازاز طبعا احسن في المخللات. دلوقتي بقى هنحضر لشوربه الخضار. عندي طبعا خضار مفرزن، هزود عليه بس بطاطس وجزر، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. وخلاص اللحمه استوت، وقلت اعمل الرز. طبعا انا عطلني شويه في النص، جات لي نيس بتاعت فرحه وعبال ما ضيفتها وكده، فقلت بقى اعمل كنت خلاص جهزت الخضار وطفيت على على اللحمه، وقلت اعمل شويه الرز بالشعريه. طبعا طريقته كلنا عارفينها. انا بحمر الشعريه في معلقه سمنه بلدي، والرز اهو غسلته، وهعمل بقى الرز. هوريكم كمان دلوقتي الخضار. انا لقيت عندي في الفريزر جزر كمان مكعبات. انا اصلا عندي الفريزر مهوي خالص اليومين دول، استهلكت معظم الحاجة اللي فيه. هنا هو الخضار المشكل، البسلة كانت كيس من بسمة، كيس مفرز يعني، والفاصوليا والجزر كانوا عندي في الفريزر، كنت انا اللي عاملاهم. وقطعت كمان بطاطسايه واحدة كبيرة قطع صغيرة كده، حطها في ميه عشان ما تغمقش. وحضرت الحلة فيها معلقة سمنة بلدي، بشوح الخضار فيه وبعدين احط الشوربة. فهخلص بس الرز الاول. انا طبعا زي ما قلت لكم عندي الخضار مهوي شويه بسبب ان انا السنه دي ما فرستش اي حاجه خالص، لان الدكتور اولا ايدي كانت وجعاني، ثانيا الدكتور كان قايل لي اريح دراعي. طبعا التقطيع والغسيل والحاجات دي كلها بيعمل مجهود هنا في الايد عند الكوع، فانا طبعا ما قدرتش ان انا اشيل اي حاجه. ربنا يسهل بس اتحسن شويه واحاول اشيل كام كيس خضار كده، لان
غير رمضان هو بينفعني في الفريزر سهل، يعني اطلع على طول واعمل زي يوم زي النهارده كده يعني. بس هعمل بقى اكمل الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل بقى الرز، احط له ميته وكده، وابتدي اولع على الشوربه، واشيل اللحمه من الشوربه دي واولع على شوربه الخضار. شوح كده الرز مع الشعريه شويه، وبعدين اضيف له الميه بتاعته، الميه والملح طبعا يعني. بس كده انا خلاص ولعت على الرز وغطيت عليه خلاص اهو. بسم الله اهو. حطيت خالص وحطيت الصاج عشان يستوي، وهنا حطيت معلقه سمنه بلدي زي ما قلت لكم، وهنزل عليها بالخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوحه كده في السمنه، وهنزل بالبطاطس في الاخر. هاخده كده تشويحه، وبعدين اصفي البطاطس من الميه وانزل بيها. وهنا الشوربه بتاعه اللحمه اهي، هحطها عليها بعد ما اشوح بقيه الخضار. شوحت الخضار وحطيت البطاطس وشوحتها، وحطيت رشه كرفس مجفف لان ما عنديش كرفس يعني طازه، ورشه فلفل اسود. تمام. هي الشوربه طبعا فيها كل حاجه. انا هنزل بقى بالشوربه كده، هصفي علشان في بقايا بصل وطماطم وكده. انا بحط طماطمايه كمان مع الشوربه مع اللحمه وهي بتتسلق. وهحط كده الشوربه طبعا سخنه، عشان كده ما عملتش الصوت التش بتاعها ده. هحط لها بقى الشوربه واسيبها تستوي. وهنقل بقيه الشوربه في حله صغيره مع اللحمه. انا طلعت اللحمه لوحدها بره، هحط بقى اللحمه فيها، هشيل شويه في علبه والباقي هخليه عشان الغدا. بس كده هشيل بقى، انا افضي بقى بقيه الشوربه وهرجع لكم تاني. قسمت اللحمه على جزئين. ده الجزء اللي احنا ان شاء الله هحطه في شوربه الخضار بس لما تستوي، وهنا بقيه اللحمه حطيتها اهي باينه كده من الجنب، وصفيت بقيه الشوربه عليها. وادي خلاص الرز استوى. بسم الله اهو. وادي الشوربه اهي خلاص قربت تستوي. هحط بقى فيها اللحمه وهنتغدى ان شاء الله. طبعا هنا الحوض زي ما انتم شايفين مفيش اي حاجه، وغسلت حله اللحمه اللي كنت سالقه فيها، واي حاجه طلعت مني غسلتها. مفيش اي حاجه والدنيا رايقه زي ما انتم شايفين اهو، مفيش اي حاجه. كده النهارده ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا خلص. هو روتين يومين على بعض. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان شاء الله هحاول ان انا انتظم شويه معاكم في الفيديوهات. يعني لو ما كانش مرتين في الاسبوع يبقى كل اسبوع انزل لكم فيديو ان شاء الله. بس انتوا شجعوني كده وربنا يسهل الحال. وبشكر تاني ام حمزه، ببعت لها سلامي ومحبتي. يعني انا مشفتهاش قبل كده، بس بصراحه هي ونعمه الاخت والصديقه يعني. هي دايما بتكلمني يعني بترفع من معنوياتي وبتشجعني. فببعت لك السلام يا ام حمزه، وشكرا جزيلا لكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.